هنعمل النهاردة مخلل اللفت هتاكليه بعد يومين اتنين بس. يا سلام بقى مع طبق فول كده او شوية طعمية. وكمان هقولك ازاي تطلعي اللون بتاعه نفس اللون بتاع المحلات بالظبط، وطعمه خطير خطير خطير. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين انا باخد الورق بتاعه وبشيله، وهقول لكم في الفيديو اللي جاي هعمل بيه ايه. وبقطعه كده، اللي بيحب بقى العناقيد بتاعه اللفت يخليها، لكن انا مش بحبها، انا اهم حاجه عندي اللفت بس. طبعا الميه بتاعته دي يعني بيسموها الويسكي، وفي ناس كتير بتحبها وبتشربها وبتحطها في كوبايات وبتشربها. انا كده خلصت الكميه، هحطه في كيس وهحطه في الفريزر، وهقول لكم في الفيديو الجاي هنعمل بيه ايه. تعالوا بقى نشيل الراس بتاعته كده، ونشيل الحته اللي بتبقى فوق دي، ونقطعه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. بصي انت تقطعيه بقى بالشكل اللي انت عايزاه، انا بقى قطعته كده، انت بقى قطعيه باي شكل انت عايزاه، ولو عندك القطعه المشنشره قطعي بيها. انا في الحقيقه كانت عندي ونسيتها خالص. تمام. زي ما انتوا شايفين، عايزه اقول لكم طعمه خطير وملحه مظبوط جدا، وهقول لك ازاي تطلعي دول 6 كيلو لفت. دول 6 كيلو. عايزه اقول بس بالنسبه لما تيجي تنقي اللفت، تنقي الراس الصغيره، ما تنقيش الراس الكبيره. وكمان لو انت جيتي تقطعيه ولقيتيه من جوه عامل زي السفنج كده، او تحسي ان هو إيه، زي ما يكون مثلا ايه، اسمها ايه مش عارفه، بس بيبقى باين من جوه قوي ان هو مفتل كده او في حاجه، دي ما تعمليهاش، ما تخليلهاش ابدا، دي ترميها على طول. تمام. واهم حاجه تنقي، طبعا هو في الشتاء بيكون كله حلو، بس انا بقولك للحرص يعني نقي الراس الصغيره. بعد ما قطعته بقى غسلته تحت الحنفيه كتير جدا، 15 17 الف مره، وبعد كده حطيته في مصفى، وحطيت له رشرشت له 3 معالق ملح، وسبته لتاني يوم بس غطيته. يعني انا عاملاه بالليل خالص، مثلا كانت الساعه 12 بالليل، سبته بقى لتاني يوم الصبح. خلاص هغطيه وهسيبه. تعالوا بقى نجيب بنجرتين كده انا قشرتهم، لو عايزه تحطيهم بقشرهم براحتك، بس انا بحب اقشره يعني. انا بعد ما قشرتهم قطعتهم كده، وهاخد نص واحده كده احطها على اللفت. انا كمان بحب البنجر المخلل جدا. بس ودي ميه كنت غالياها علشان هخلل بيها اللفت، حطيت حوالي 4 كوبايات على البنجرتين وضربتهم كويس في الخلاط. انتي بقى استني لما يبرد واضربيه في الخلاط. بصوا يا بنات، ال6 كيلو خدوا مني 7 معالق ملح ومعلقة سكر ومعلقتين خل. اوعي تكتري الخل علشان خاطر ما يهرلكيش المخلل، ما يهرلكيش اللفت. تمام. بصوا الميه اللي نزلها دي بتبقى فيها المراره كلها، فاحنا بنرميها، ما بناخدهاش وما بنستعملهاش. بصوا الميه قد ايه. خلاص انا هحط معاه كده كام قرن فلفل، وكمان يعني هبقى اجيب كرنبايه برضو وهقطعها فيه. تمام. وبعد كده انا سبت الميه تبرد خالص خالص. اهم حاجه يا جماعه ان البرطمان بتاعك يكون على قده بالظبط، وما يكونش فيه هوا كده زي ما انتم شايفين. تمام. انا هنا حطيته وسبته لمده يومين، وبعد يومين كلنا منه، ومش عايزه اقول لكم على طعمه. 7 معالق ملح على ال6 كيلو لفت يا بنات. شايفين شكله نفس اللون بتاع المحلات، نفس القرمشه، سمعتكم صوت القرمشه واللون الخطير. والميه طبعا دي في ناس بتحب تشربها، انا عندي ولادي بيحبوها. يا رب الفيديو يكون عجبكم.